الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن 5 قروش الدولة المصرية و10 قروش الدولة المصرية اللي هم سعرهم غالي جدا وبيوصل لغاية 30,000 و35,000. يوصل سعرهم من 30,000 ل35,000 لو فيه المميزات وفيه الكلمة اللي أنا هقول عليها دي. ده الشيلين اللي قدامي ده سعره 5 جنيه، مكتوب عليه جمهورية مصر العربية اهو. ده سعره 5 جنيه. ده شيلين جمهورية مصر العربية سعره 5 جنيه. لو حالته أنصر زي ده كده، ده حالة أنصر اهي، ده سعره 5 جنيه. بينباع في كل الأسواق ب5 جنيه، عشان محدش يقولك ده سعره اللي هو أبو 30,000 وأبو 35,000. مش هو ده. ده سعره 5 جنيه. ورقة زي دي كده حالتها أنصر اهي، سعرها 5 جنيه. لو الورقة أقل من كده يعمل 3 جنيه، 2 جنيه، ما يعملش حاجة. لو ورقة متقطعة ولا الكلام ده كله يبقى ملهاش لازمة. كذلك الحال برضو في ال10 قروش دي برضو. ال10 قروش دي برضو دي سعرها 5 جنيه. لو حالتها زي دي كده تعمل 5 جنيه. حالة أقل تعمل 2 جنيه و3 جنيه وما تعملش حاجة. يبقى الورقة اللي سعرها غالي الورقة. طيب أنهي بقى ورقة؟ يبقى الورق اللي قدامي ده كله، كل الورق اللي قدامي الشيلين ده برضو نفس النظام اهو. دي طبعة برضو تانية بس مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. ده محافظ برضو تاني اهو، وزير مالية تاني. ده سعرها 5 جنيه برضو. كل اللي قدامي النسخ اللي قدامي دي سعرها 5 جنيه. دي برضو نسخة ل10 قروش، دي سعرها برضو 5 جنيه. جديدة سعرها 5 جنيه. أقل من الجديدة تعمل 2 جنيه و3 جنيه. فقطع فيها بتاع ما تعملش حاجة ولا لها لازمة. طيب انهي بقى ورقة اللي هي سعرها، ركز معايا يا باشا في الكلام، انهي ورقة اللي هي سعرها غالي سواء في الشلن او في البريزة او في يعني في ال10 قروش او ال5 قروش. دي ال5 قروش اهي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية. لا الشلن بقى اللي هو سعره غالي ده ويعمل من 35,000 ل30,000 جنيه على حسب حالته، مكتوب هنا الدولة المصرية بدل جمهورية مصر العربية دي. بدل كلمة جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية. الدولة المصرية. في الظهر برضو بتاعه، الظهر برضو بتاعه بيبقى مكتوب فيه برضو الدولة المصرية. بدل جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية. وهنا العلامة المائية بتاعته، العلامة المائية اللي هي العلامة المائية دي، بتلاقي هنا صورة الملك فاروق. هنا بتبقى صورة الملك فاروق. العلامة المائية بتاعته صورة الملك فاروق. الورقة دي لو موجودة بتعمل من 30,000 ل35,000، بس تكون في الحالة اللي أنا زي الحالة اللي أنا ماسكها دي، يعني ما كده جديدة كده كده وبتخروش كده أهي، تعمل 30,000 جنيه، 35,000 جنيه. نفس الكلام ينطبق برضو على ال10 قروش. هنا بدل جمهورية مصر العربية، بدل جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية. وفي الظهر بتاعها بيبقى مكتوب برضو الدولة المصرية. الظهر بيبقى مكتوب الدولة المصرية. والعلامة المائية بتاعتها برضو بتبقى صورة الملك فاروق. دي الورقة دي تعمل من 30,000 ل35,000. أما اللي في إيديا دي كل الورق اللي قدامي ده سعره 5 جنيه. الورقة 5 جنيه وبتنباع في كل الأسواق وبتنباع في كل الدنيا ب5 جنيه. سعرها 5 جنيه في كل حتة. طيب انت بقى لو معاك باريزة ال10 قروش بتاعت الدولة المصرية او ال5 قروش بتاعت الدولة المصرية، لو معاك اكتب لي في التعليقات وقول لي انا معايا ال10 قروش الدولة المصرية او ال5 قروش الدولة المصرية، وانا اقول لك تبيعها فين. مش عاوز تكتب في التعليقات؟ يبقى انا هقول لك بقى تبيعها فين.
في مليون مكان تقدر تبيع فيه. اولا في سوق اسمه سوق ديانة في القاهرة، ده بيبقى كل يوم سبت من الساعة 9 الصبح لغاية المغرب، شغال كل يوم سبت. ده فيه اكبر ناس هواة جمع العملات دي. الناس دي بتبيع هناك في السوق وبتشتري، اللي هم الناس الهواة بتوع جمع العملة بيبيعوا ويشتروا في العملات القديمة دي في السوق ده. والسوق ده بيبقى كل يوم سبت، ده موجود في القاهرة. في عندك سوق برضه في اسكندرية في شارع خالد بن الوليد، ده برضه الناس بتبيع وبتشتري فيه العملات القديمة دي. في عندك في المنصورة سوق اسمه سوق الشيخ حسنين في المنصورة، ده برضه بيبيع وبيشتري العملات القديمة دي. طيب ما انتش عاوز تروح الاسواق ولا تبيع في الاسواق، يبقى بيع على الجروبات. في عندك جروبات الفيسبوك، الناس بتنزل مزادات على جروبات الفيسبوك دي وبتبيع وبتشتري العملات القديمة دي على الجروبات بتاع الفيسبوك دي. في مواقع برضو زي موقع ايباي، موقع اوليكس، كل ده بتقدر تبيع فيه وتشتري العملات القديمة دي. انت لو معاك ال10 قروش بتاع الدولة المصرية دي او ال5 قروش بتاع الدولة المصرية، تبيعها على المواقع اللي انا قلت لك عليها او في الاسواق اللي انا قلت لك عليها. المهم تكون حالة العملة حالة انصر زي دي كده، ما اتلمستش، تكون الورقة حالتها كويسة وحالتها اهي زي ده كده، الورقة بتخروش اهي معاك ومش متقطعة ولا فيها كتابة ولا مش شخبطة ولا متنية ولا الكلام ده كله. كل ما كانت الورقة زي اللي في ايديا دي كل ما كان سعرها يعلى. اي عملة طول ما هي حالتها جديدة كده سعرها بيعلى وسعرها بيبقى غالي. الورقة بقى فيها متنية او الكلام ده كله او قطعات او شخابيط بقلم او كاني او ماني، كل ده بيقلل من سعر العملة. العملة عشان تبيعها بسعر غالي وبسعر مرتفع لازم تكون الورقة حالتها انصر زي دي كده، حالة انصر. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن ال10 قروش الدولة المصرية وال5 قروش الدولة المصرية. اما كل اللي قدامي ده سعره 5 جنيه. محدش يجي بقى يجيب لي شيلن زي اللي معايا ده ويقول لك ده 38,000 و35,000. مش ده يا باشا اللي بينباع ب30,000 و35,000. اللي بينباع ب30,000 و35,000 اللي هو مكتوب هنا بدل جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية، وهنا العلامة المائية صورة الملك فاروق. اما كل اللي قدامي ده اللي معاك ومكتوب عليه جمهورية مصر العربية ده سعره 5 جنيه. اي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية ده سعرها 5 جنيه. دكهت الورقة اللي بتنباع بسعر غالي اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية، والعلامة المائية بتاعتها هنا بتلاقي العلامة المائية صورة الملك فاروق هنا، صورة الملك فاروق هنا موجودة. في الظهر مكتوب الدولة المصرية برضو والعلامة المائية صورة الملك فاروق. اما كل ده سعره 5 جنيه، كل ده سعره 5 جنيه. انت اللي عاوز تشتري بقى من ابو 5 جنيه ده برضو بيبيعوه في الاسواق، برضو موجود في الاسواق، برضو بينباع ب5 جنيه. لو انت عاوز منه موجود في الاسواق والورقة ب5 جنيه. اي سوق موجود فيه ابو 5 جنيه ده. الورقة اللي سعرها غالي زي ما قلنا اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، غير كده ده سعره 5 جنيه. يبقى ورقة الدولة المصرية من 30 ل35,000. ورقة جمهورية مصر العربية 5 جنيه. بس ده خلاصة الكلام ونهاية الكلام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، ما عجبكش الفيديو ما تعملش لا لايك ولا تعمل اشتراك ولا تعمل اي حاجة، وصلى على النبي وخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله.